أزمة كبيرة جدا عاملها لحد دلوقتي وسام أبو علي. وسام أبو علي عامل أزمة في أوضة اللبس. اللاعب المفروض كان حضر التمرين امبارح، لكن ما حضرش التمرين بسبب إنه عنده في الضمة شد في الضمة، لكن اللاعب ما عندوش أي إصابات واللاعب عايز يحترف. بس أنت عايز تحترف النادي الأهلي مع احترافه، لكن جيب لنا القيمة بتاعتك. أنا مش هبيعك ب 8 مليون او 6 مليون. هو ما جالوش 8 مليون، وسام ابو علي اعلى عرض جاله من الدوري الامريكي 6 مليون دولار، لكن هو عايز يمشي. نيجي بقى لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر هيمشي الزمالك. هو احمد عبد القادر رسميا مضى للزمالك اصلا. يعني احمد عبد القادر هو هيمشي السعوديه هيرجع الزمالك، سواء مش هيمشي السعوديه هيمشي الزمالك. النادي الاهلي ما عندوش مانع اصلا ان هو يمشي الزمالك، يعني النادي الاهلي ما عندوش مانع ان احمد عبد القادر يطلع من الاهلي يمشي الزمالك. لكن المانع في إيه بقى؟ ان انت ادفع لي عقد اللاعب وخده، انا مش عايزه. احمد عبد القادر عايز يلعب، النادي الاهلي ما عندوش مشاكل ان انا اقعد احمد عبد القادر، بس انت اتطور والعب، لكن ما تعملش مشاكل انك قعدت على الدكه. لاعب زي احمد عبد القادر لاعب مهاري، لو راح الزمالك هو هيتنقل في حته تانية، لكن طول ما هو في الاهلي احمد عبد القادر عمره ما هيلعب على بن شرقي ولا تريزيجيه ولا اللعيبه اللي انت جايبها دي كلها. عمره ما هيروح هناك يلعب على زيزو، مش هيلعب، ما عندوش مكان فعلا ان هو يلعب. لكن هو فرصته الوحيده ان هو ينتقل للزمالك او يمشي الدوري السعودي. مثلا ممكن يمشي الدوري السعودي 6 شهور يرجع على الزمالك. هو الزمالك لو مشي بيراميدز مش هيستفاد باي حاجه. احمد عبد القادر مشي بيراميدز مش هيستفاد باي حاجه، لكن الفايده بتاعته وهيلعب اساسي لو مش الزمالك. فانا بقول لك من دلوقتي احمد عبد القادر الموسم الجاي هيكون في الزمالك، او ما تستغربش ان لقيته الموسم ده في الزمالك. وبكده نكون خلصنا. السلام عليكم.